اسهل درس في مفهوم الدوله. صراحه ما كرهتش نحطوا لكم هذا العام في الوطني، عرفتي راه فيه ما يتقال، وحتى الامثله من الحياه الواقعيه سهل جدا تجبدوهم. وكما تتعرف راه باش ما تعطي امثله من الحياه الواقعيه في وقتك نهار الوطني، باش ما تتبين لهذاك المصحح بانك فاهم شغلك، ماشي تتكتب ولا ناقل. ومنه بلاصه ما يحط لك 12 يعطيك واحد 15. خاصك تعرف كيفاش تلعب على هذاك المصحح وتبان قراي وفاهم في الورقه، حيت راه هذا هو الفرق ما بين هذاك اللي تيجيب 12 وهذاك اللي تيجيب 15. تزيد شي لعيبات صغار هما اللي تيزيدوك هذوك النقيطات. كل مره نحاول نعطيك شي لعيبات تنفعك نهار الوطني، وهذه وحده منه. ما تكتبش لراسك، ما تكتبش باش يعجبك هذاك الشيء اللي تتكتب انت، ولكن كتب للمصحح باش يقول بلا ما يشعر هذا راه قراي، وحط لك نقطه مزيانه ديال القرايه. ونبداو على بركه الله. الدرس ديال اليوم هو المحور الثالث في مفهوم الدوله اللي كاين في مجزوءات السياسه، الدوله بين الحق والعنف. واول حاجه غادي نبداو بها هي الاسئله الاشكاليه اللي غادي نجاوبوا عليهم حنايا، ولا اللي غادي يجاوبوا عليهم الفلاسفه في الاقوال اللي غادي نشوفوا دابا. ياك عارف بعدا بلي الاقوال ديال الفلاسفه راه خاصك تكتبهم في المناقشه وعليهم 5 ديال النقاط، يعني الا بغيتي 5 النقاط ديالك تبع معايا حتى الاخر، وهما نيت راه باش غادي نفهموا الدرس. الاسئله اللي عندنا: كيف تمارس الدوله سلطتها؟ هل بالقوه والعنف ام بالقانون؟ هل تستطيع الدوله تدبير شؤونها دون الاستعانه بالعنف؟ وهل يحق لها اصلا ان تلجا اليه؟ واش تقدر الدوله تبقى قائمه بذاتها بلا ما تخدم العنف؟ واصلا واش عندها الحق باش تخدم هذا العنف معنا كمواطنين؟ قبل ما نجاوب على هذه الاسئله غادي نشوفوا المفاهيم، منهم باش نفهموا اكثر ومنهم باش نقيدوهم، حتى هما تنكتبوهم في النهار ديال الوطني، وهذا الشيء كله غادي نشوفوه في المنهجيات اللي غادي نديروا في المستقبل ان شاء الله عن قريب. المهم عندنا مفهوم العنف. العنف هو عباره عن سلوك جسدي او لفظي فيه افراط في استخدام القوه تجاه الغير من اجل اخضاعه لاراده الذات. وباش نحولوا التعريف للدرس ديالنا غادي نزيدوا: وقد تلجا الدوله الى ممارسه العنف لحمايه النظام العام. المفهوم الثاني هو القوه. القوه هي القدره على ممارسه تاثير حاسم على سلوك ونشاط الاشخاص الانتاجي او الاقتصادي او السياسي، 3 نقاط فاصله، باستخدام وسيله ما كالسلطه أو العنف. نعاودوا نعرفوا الدولة والقانون واخا عرفناهم من قبل. الدولة يمكن اعتبارها على أنها مجموعة من الأفراد الذين يقطنون على أرض أو إقليم جغرافي معين تحت نظام سياسي متفق عليه بهدف حماية الأمن الداخلي. القانون هو مجموعة من القواعد التي يتم إنشاؤها من طرف المؤسسات الحكومية لتنظيم سلوك الأفراد والتي هم مجبرون باتباعها بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك. مزيان، دابا غادي نشوفوا الأقوال ديال الفلاسفة. شنو غادي يقولوا لنا الفلاسفة في هذه الهضرة؟ أول فيلسوف عندنا هو ماكس فيبر. يرى عالم الاجتماع والفيلسوف ماكس فيبر أن العنف هو حجر الأساس الذي تقوم عليه الدولة، فبغيابه أي العنف تسود الفوضى ويكثر الصراع، لذلك تتجه كل قوة إلى تقويته والعمل على احتكاره وعدم السماح لأي كان بممارسته. ماكس فيبر تقول لنا بلي إلا ما كانش العنف راه ما غاديش تكون الدولة، حيت إلا ما خدماتوش غادي تكون الفوضى، وإلا كانت الفوضى والصراع فراه ما عندناش الدولة. داكشي علاش أي دولة كتقوي راسها داخليا، الشرطة، القوات المساعدة، الأسلحة وزيد وزيد. ما يمكنش تجي شي شركة مثلا تقول الدولة أنا بغيت نشري السلاح، لا، حنا كدولة بوحدنا اللي من حقنا نديروا هذاك الشيء. حيت الا كنتي انت شركه وتتشري السلاح، انا كدوله اش نكون مونيكا. وتكمل لنا ماكس فيبر: فان الدوله ليست مخيره في الاعتماد على العنف، ان بواسطته وحده تستطيع فرض سلطتها وضمان استمراريتها من جهه وحمايه حقوق افرادها ومواطنيها من جهه اخرى. بالعنف بوحده الدوله تقدر تفرض السلطه، وبالعنف بوحده تقدر تحمي المواطنين ديالها. اذا فالقوه هي التي تضمن استمرار الدوله، وهي الاداه الانجع لتسيير شؤون المجتمع. الهضره ديال ماكس فيبر مفهومه. اجي نشوفوا جاكلين روس اش تقول. على خلاف ماكس فيبر، فإن الأكاديمية البريطانية جاكلين روس ترى أن الدولة المعاصرة هي دولة حق وقانون لا دولة عنف وترهيب، بحيث يجب أن تقوم على مبدأ الممارسة المعقلنة للسلطة، بالإضافة إلى التشبث بالقانون وكذا احترام حرية الأفراد وحفظ كرامتهم ضد كل أشكال العنف والقوة والتخويف. جاكلين روس تقول لنا بلي لا، العنف هو آخر حاجة الدولة تخدم، وخاصها تحترم الأفراد وتحفظ الكرامة ديالهم ضد كل أشكال العنف والقوة والتخويف. وكيفاش الدولة غادي دير هذا الشيء؟ وذلك يكون بإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، وكذا اعتبارهم فاعلين مؤثرين لا مجرد وسائل ودوما، يعني المواطنين براسهم هما اللي يسيروا الدولة، حيت اصلا الغاية هي الفرد وليس الدولة، اذ ان هذه الاخيرة هي مجرد وسيلة لخدمة الفرد باعتباره الغاية الاساسية من كل تشريع. الدولة اصلا مديورة على قبل الافراد. ان سلطة دولة الحق عند جاكلين روس تاخذ 3 مظاهر اساسية، وهي احترام القانون، الخضوع للحق، وفصل السلطة. دابا عندنا نيكولا ميكيافيلي، ولكن قبل ما نشوفوا نيكولا ميكيافيلي اشنو تيقول لنا، وباش نقوم باشراك عزيزي المشاهد في الشأن العام ديال هذه القناه، خاصك ضروري تشترك معايا وتخلي لي واحد الجيم وتكتب لي في كومونتيرات اشنو بغيتي، شنو فهمتي، باش الفيديوهات الجايين يعطيو احسن افاده، حيت الغايه راه هي الفرد وليس القناه. هذا القول ديال محمد المصريوي. المهم فين ما تشوف ميكيافيلي عرفوا بيقول لك الحاكم يدير اي حاجه باش يحافظ على السلطه. يرى الفيلسوف الايطالي نيكولا ميكيافيلي ان حاكم الدوله غير ملزم بممارسه سلطته عن طريق القانون وحده بين قوسين اسلوب الانسان، او بالقوه وحدها بين قوسين اسلوب الحيوان، يعني ممكن يديرهم بجوج وما ملزمش باش ياخذ
اختي وحده فيهم. فالسياسه هي مجال للصراع بين الافراد والجماعه، لذلك يجب على الامير ان يعتمد في ممارسته للسلطه عليهما معا ما اقتضت الضروره بذلك. فالعمل بالقانون لا يجب ان يكون عائقا امام اللجوء للقوه في سبيل الحفاظ على الحكم. ها اللي قلنا، اذ بامكانه التظاهر بالرحمه والورع والنزاهه، لكن في نفس الوقت يشرع له اللجوء الى العنف والقوه وكل الوسائل المتاحه للتغلب على خصومه وكذا بلوغ غايته. وبذلك تصبح سلطه الحاكم فوق القانون وفوق كل السلط. فما دامت الغايه هي الحفاظ على الدوله من الفوضى وكذا تعميم الهدوء والاستقرار، فلا ضرر في استخدام جميع الوسائل لان الغايه تبرر الوسيله. وكخلاصه صغيره باش تبقى عاقل على هذا الشيء مزيان، ماكس فيبر تيقول لنا باللي الدوله ضروري تخدم العنف وهي غير مخيره في انه واش تخدم ولا لا، حيت به تتفرض السلطه ديالها وبه تتضمن الاستمراريه ديالها وبه تتحفظ الحقوق ديال الافراد والمواطنين ديالها. جاكلين روس تقول لك لا، الدوله ما خاصهاش تخدم العنف مع المواطنين، الدوله خاصها تشبث بالقانون وتحترم الحريات ديال الافراد وتحفظ الكرامه ديالهم من جميع اشكال العنف. وهذا الشيء كيفاش تقدر ديرو؟ باشراكهم في تدبير الشان العام واعتبارهم فاعلين مؤثرين ماشي مجرد دومه، حيت الغايه عندها هما المواطنين ماشي الدوله. نيكولا ميكيافيلي العكس تماما تاع جاكلين روس. ميكيافيلي تيقول لك بان الحاكم ما ملزمش باش يخدم هي القانون بوحدو، ولكن يقدر يخدم القانون وإلا اقتضى الامر يخدم حتى القوه كذلك، حيت السياسه اصلا هي مجال للصراع بين الافراد والجماعات، والقانون ما خصوش يكون ابدا عائق امام اللجوء للقوه في سبيل الحفاظ على الحكم، حيت الغايه الاساسيه هي الحفاظ على الدوله من الفوضى وكذا تعميم الهدوء والاستقرار. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، والسهل ولا ما سهلش. عندك تنسى ما دير جيم الفيديو وتشترك في القناه باش نشوفوا مننا واحد 3 ايام ولا 4 ايام في فيديو جديد.